السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في كويزين خديجه. بالنسبه اليوم غادي نقدم معكم الكفته، الكفته ديال العيد اللي كنطحنوها كيفاش نشرملوها ونحتفظوا بها في المجمد بلا ما نبقاو نجبدوا عاد نشرملو ونضربوا تماره في مره واحده. بالنسبه للعطريه ديال الكفته، راه اول خطره تكون حصريا على قناتي، ما عمري شفتها عند شي حد في القناه ديالو. هي هاد العطريه ديال الكفته راه كتجي رائعه، زعما ما نقول لكمش اللي داق عندي كيطلب لي المقادير ديالها. بالنسبه للعطريه ديال الكفته، كنهضر على العطريه ديال الكفته. غادي عندنا فيها القرفه، عندنا فيها الكرويه، عندنا فيها السودانيه، عندنا فيها الكمون البلدي المصوف، عندنا فيها الورد البلدي، وعندنا فيها القزبر حبوب كما كتشوفوا. هذا الشيء وعندنا القرنفل، ها هو كما كتشوفوا عندنا هنا الوسط القرنفل. هاد المقادير كاملين كنجمعوهم وكنديروا عندنا، كناخذوا نص ربعه ديال الكمون ونص ربعه ديال القزبر حبوب، وكنزيدوا له تقريبا واحد 6 ولا 7 العويدات القرفه، 2 معالق ديال الورد البلدي، 2 معالق ديال الكرويه السودانيه على حسب الذوق، نتوما واش بغيتوها حاره ولا شويه واش مجهده في الحراره ولا غير عاديه. صافي. والقرنفل كنضيفو تقريبا واحد المعلقه صغيره د القرنفل، ولا ما نص معلقه بركه، نص معلقه د القرنفل. هادشي كامل كنشدوه وكنقيوه مزيان وكندخلوه الفران يسخن شويه وكنطحنوه، وكتكون عندنا هي العطريه ديال الكفته ديالنا. كما كتشوفوا هذه هي العطريه ديال الكفته ديالنا. انا عندي هنا مطحونه. هنا بالنسبه للمقادير ديال الكفته اللي عندي انا ديال العيد الاضحى، اني هنا طحنت 3 كيلو ديال الكفته. 3 كيلو ديال الكفته غادي نحتاج ليها 3 د المعالق كبار د العطريه ديال الكفته. انا كما كتشوفوا هي طحناها ودايره هنا، هي اللي غنوريها لكم. ها هما، ها هي كندير 3 د المعالق كبار ديال العطريه الكفته اللي وريتكم دابا. غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الكمون البلدي، غادي ناخذ 2 معالق ديال القزبر حبوب، غادي ناخذ نص معلقه ديال السكينجبير، راه كيجي خطير في الكفته السكينجبير، والقرفه مدقوقه حتى هي تقريبا غادي ناخذ واحد نص معلقه ديال القرفه كبيره، والملح حسب الذوق كل واحد. انا عندي هنايا معلقه كبيره د الملحه ونص. صافي كنخلطوا هاد الكفته ديالنا كامله، كنخلطوها كنعركوها مزيان حتى كتدخل فيها هاد العطريه ديالها. انا بالنسبه للتحميره ما كنديرهاش، ما كتعجبنيش وما كنديرهاش. اللي كيبغي التحميره يزيد التحميره حتى هي راه انا التحميره كتزيد غير اللون وما كتكونش مزيانه. اللي عنده التحميره ديال الفلفله يزيدها، الا بغى يزيد التحميره يزيدها. انا في الكفته ما كتعجبنيش، وجربوها بهذه الطريقه اللي عطيتكم راه كتجي رائعه. اللي كلا عندكم غادي يسول لكم على المقادير ديالها. بعد ما عركت الكفته ديالي كما كتشوفوا دخلت فيها كاع داك العطريه اللي درت ديال الكفته، راني عركتها مزيان، ضروري تدلكوها مزيان وتدخل فيها العطريه. صافي دابا هنا غندوزو باش ناخذ هاد الاكياس ديال التجميد كما كتشوفوا، هادو الاكياس ديال التجميد، وغادي ناخذ الكفته ديالنا وكل واحد يدير القياس ديالو اللي كيبغي في البلاستيكه. كل واحد ياخذ القياس. بالنسبه لي انا غادي ناخذ على هذا الشكل هكا، كندير ليها ناخذ البلاستيكه كندير فيها واحد القدر ديال الكفته. صافي كناخذوا المدلك ديالنا هكا كنديروا على هذا الشكل هكايا. هكا كندير في الكيس ديال البلاستيك كما كتشوفوا على هذا الشكل هكا، وكندير هكا بيدي بحال كنفرق باش الا بغيت القياس الصغير كناخذ القياس الصغير هكا على هذا الشكل هكا، وكنبقاو حتى كنكملوا هذه الكميه كامله ديال الكفته اللي عندنا، وكنحتفظوها في المتجمد. ملي كنبغيو الكفته ديالنا كنجبدوها. بالنسبه هنايا راه ما ضفتش انا البزار، اللي كيبغي البزار يزيد البزار. انا كنكتفي بالسودانيه لان السودانيه كتعجبني اكثر من البزار، واللي بغى يزيد البزار راه له الاختيار. اما بالنسبه ملي كنجبدوا الكفته ديالنا وكنبغي نخدموا بها، ديك الساعه راه كتزيدوا لها البصله محكوكه والمعدنوس حتى اخر حاجه اللي كتبقى لنا في الكفته ديالنا راها مشرمله موجوده كامله. غادي نضيفوا لها غير كما قلت لكم المعدنوس والبصله، وكنخدموا بها يا اما نشويوها يا اما نطيبوا بها شي حاجه. المهم كنضيفوا لها البصله والمعدنوس.
وهذه هي الطريقه ديال الكفته ديالي معتمداها من سنين، كنخدم بها هي هذه. صافي كنبقاو كنكملوا الكميه ديالنا كامله صافي، وكنحطوها في المجمد. وكنتمنى انكم تجربوا هذه الكفته، راه كتجي رائعه رائعه رائعه. واشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وديروا لي لايك وتبارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ولي كومونتير. شكرا.